أميرة مالك في ايه؟ بتعيطي ليه؟ مالكيش دعوة بيا، ويلا روحي اوضتك. انا اختك الكبيرة، احكيلي، جايز اساعدك. انت عمري ما كنت اختي، انا بكرهك. ابعدي عني وروحي اوضتك بقى يلا. طب قوليلي بس مالك، انت منهارة ليه؟ انا اختك، احكيلي. قلتلك ابعدي عني وما تخطيش الأوضة دي تاني، فاهمة؟ حاضر يا أميرة، بس لو عوزتي أي حاجة أنا في أوضتي. وراحت صلة أوضتها، ولقيت رسالة من نفس الشخص المجهول مرة تاني، وبعت لها: شكلك حلو قوي في الحجاب، أحلى من شعرك، والإسدال كان حلو عليكي يا فحمتي. قريت الرسالة ومش عارفة ليه أنا كنت فرحانة قوي كده، وفقت من شرودي على صوت ماما. وراحت سيلا لمامتها المطبخ عشان تساعدها. فين أختك يا سيلا؟ دي نايمة. طب خشي صحيها عشان السحور. حاضر يا ماما. ودخلت أوضة أختها، بس لقيت أختها على الأرض واقعة وفاقدة الوعي. أميرة أميرة فوقي. وفقت أميرة، وسيلة قالت لها: أميرة انت كويسة؟ مالك يا حبيبتي؟ ما قلتلك قوليلي مالك. وكانت لأول مرة تحضن أختها وتعيط. مالك بس في ايه؟ بنهار يا سيلة بنهار. ليه بس في ايه؟ يوسف خطب وفرحه بعد العيد يا سيلة. يوسف مين؟ يوسف ده اتجوزني عرفي، وعشمني بالجواز، وانه هيجي يتقدم لبابا. يوسف دمر مستقبلي. بصي يا سيلة كاتب لي ايه: ازيك يا عمري، عاملة ايه؟ انا خطبت النهاردة، عقبالك. اصل انا دورت على بنت ناس وغالية، مش رخيصة زيك. قبل ما انسى، انت طالق بالتلاتة، والورقة اللي ما بينا اتقطعت، وورقتك اللي معاك اتقطعت، ولا نسيت انك اديتيني الورقة اصلا؟ سيلة بتقرا وهي مصدومة. سيلة ارجوكي ساعديني، ارجوكي. طب اهدي يا حبيبتي اهدي، وكل حاجة هتتحل. هتتحل ازاي؟ انا مستقبلي ضاع، ده انا كنت حامل وهو خلاني اعمل اجهاض. ايه؟ اعمل ايه يا سيلة؟ اعمل ايه؟ هتتحل والله، بس دلوقتي روحي بقى اغسلي وشك ويلا عشان نتسحر، وصدقيني هجيبلك حقك والله. بجد؟ طب ازاي يا سيلة؟ ازاي دي تبقى بتاعتي انا، المهم يلا فرفشي كده وروحي اغسلي وشك. غسلت وشها وخارجة عشان تتسحر معاهم. هاتي رقم يوسف. ليه يا أسيل؟ هاتيه بس يا أميرة. 010. تمام، تصبحي على خير يا حبيبتي. ممكن تنامي جنبي النهاردة؟ وصحيت سيلة عشان تصلي وتروح الشغل. وفي الشركة: ألو، تعالي المكتب ثواني عايزك. حاضر، عاوز ورق آخر صفقة. تمام، شكلك متغير بالطرحة. اتفضلي الورق. شكرا يا سيلة. العفو، حضرتك عايز مني أي حاجة تاني؟ لا يا سيلة. تمام، عن إذنك. بعد مرور 4 ساعات. أقدر أروح دلوقتي؟ اتفضلي. المغرب أذنت وفطروا، وسيلة كانت بترن على مجهول. تمام، أنا جاية أهو. أهلا أهلا، نورت المخزن. إيه انت مين وانا بعمل ايه هنا؟ انت مش عارفة انا مين ولا ايه؟ لا طبعا عارفة انت مين، عيل صغير بيلعب ببنات الناس وبيعشمهم وبيتجوزهم عرفي. ده انت مش كده ولا ايه؟ انت. بقولك ايه يا ده انت، انا لسه ما خلصتش كلامي. بص يا بابا، انت يوم الجمعة تجيب عيلتك بعد الفطار وتيجي تتقدم لاختي. ولو ما عملتش كده، لو ما عملتش كده اختك هخليها زي اختي، بس هفضح اختك. انا هسيبك، بس صدقني لو ما عملتش كده انا ندمك طول عمرك، وهخلي اختك تندم معاك وعيلتك كلها كمان.
انت يعني مفكرة التهديدات دي هتخوفني؟ انا ممكن افضح اختك على فكرة. اعلى ما في خيلك اركبه، ونشوف مين اللي هيضحك في الاخر يا بابا. انا هفكك دلوقتي، بس لو يوم الجمعة انت ما جيتش انت وعيلتك يبقى انت كده فتحت نار جهنم عليك، انت مش قدها. يا نوجة انا جيت يا نوجة. تعالي يا حبيبتي، اتأخرتي كده ليه؟ قلقتيني عليكي. مفيش يا ماما، نزلت اشم هوا شوية. امال فين اميرة؟ في اوضتها يا بنتي. ربنا يحببكم في بعض يا رب. امين يا نوجة، انا هخش اشوفها كده. سلام. سلام. ربنا يخليكم لبعض يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا. جايبالك مفاجأة يا اميرة. ما تقوليش. انت جبتي حقي. يوسف هيجي يتقدم لك يوم الجمعة بعد الفطار. انا مش عاوزاه يا سيلة، مش عاوزاه يتقدم لي. مش عاوزة اشوف خلقته تاني. ده الحل الوحيد. يا اميرة ما كنتش عارفة اعمل حاجة تانية. هو هيتجوزك 6 شهور وبعدين هيطلقك. لا يا سيلة بالله عليكي. ما تخافيش يا روحي. وانا عارفة يا اميرة انك ما بتصليش. يلا حبيبتي نقوم نصلي ركعتين.